بتجهز مزرعة من الألف للياء والمفروض إنك عايز تعمل شغل صح وشغل نضيف عشان يطلع شغلك كله مظبوط، والفراخ ما يحصلهاش حاجة ولا يجيلها فيروسات ولا تموت منك ولا يحصل أي حاجة من الحاجات دي. أنا دلوقتي مثلا هقول لك يعني المزرعة دي كانت معمولة على النظام القديم، لأن هي مبنية من سنة 75. لو شفت الفيديوهات يعني اللي فاتت وكده، المزرعة دي يعني من زمان خالص قديمة. فكانت التهوية بتاعتها كلها عبارة عن الشبابيك، عشان كده تلاقي في الشبابيك لو بصينا مع بعض هتلاقي شبابيك المزرعة كتير، فاهمني؟ فهي كانت مبنية على النظام القديم ده، كان التهوية بتبقى طبيعية، وبعدين المزرعة معظم شغلها كان بياض. حلو. فدلوقتي التهوية دي مبقتش مظبوطة، لان انت بتيجي في الصيف بتلاقي الجو بيحرر عليك جامد، ومحتاج ان انت تشغل شفاطات، والشفاطات محتاجة خلايا تبريد وقصص كده ايه كبيرة. ده لو فكرت تشغلها تسمين، ولو فكرت تشغلها بياض برضو ممكن يجيلك وقت من الاوقات في الصيف هتحتاج انك انت تشغل الشفاطات، وتحتاج ان انت تظبط درجة الحرارة بتاعتك عشان الفراخ ما تفطسش او ما تموتش منك. طيب احنا بقى يعني بنحدث ازاي دلوقتي؟ المزرعة اصلا معمولة على النظام القديم زي ما قلت لك. فاحنا بدأنا اول شغلنا خالص، برضو وريتك في الفيديوهات اللي فاتت، اول شغلنا خالص كان ان احنا عملنا نضفنا المزرعة من جوه، وعملنا الدكة والأرضية. وكان في كام عمود واقعين، يعني ده كان عمود واقع واتعمل، العمودين اللي هناك دول كمان كانوا واقعين واتعملوا. وظبطنا الحيط من فوق كده عشان اللي يشيل السقف ويشيل العرش، نكسناه كده بالطوب من فوق. تمام، داير داير. وطبعا لسه الحيط هيتمحر، بس انا بقول لك على التجهيز اللي المفروض انك انت تعمله. يعني مثلا دي المفروض ان هو مكان لخلية تبريد. حلو. وهنا برضو الفتحة دي هتتقفل زيها كده وتتعمل مربع لخلية تبريد. تمام. هنا في الارض حفرنا قبل ما نعمل الدكة عشان نحط برميل عشان يغذي خلايا التبريد بالميه. فانت اول حاجه انت المفروض تحتاجها في مزرعه كبيره، ان انت او حتى لو مزرعه صغيره، فانت المفروض يبقى عندك خلايا تبريد تكفي المكان كله. طيب انت لو ما عندكش خلايا تبريد، ايه اللي هيحصل؟ هتيجي في الشتاء، تمام، وهتلاقي نفسك في الصيف قصدي، معلش، هتلاقي نفسك درجة حرارة بتعلى عندك لو انت مربي تسمين، والفراخ بتفطس منك. وحصلت معايا انا شخصيا قبل كده، والفراخ بتفطس، هتفضل تجري وتروح وتيجي ودكاترة وبتاع، ومفيش فايدة، لان في الاول وفي الاخر اللي بيحصل بيبقى نتيجة عن الحرارة العالية. طب الحرارة دي هتسيطر عليها ازاي؟ شفاط لوحده هيجيب لك هواء سخن من بره، وهيخلي نفس الحرارة برضو، لو قللها هيقللها شوية بسيطة. خلايا التبريد بتعمل عمل زي التكييف كده، بيخش لها. عشان كده احنا دافنين البرميل زي ما وريتهولك تحت الارض، عشان ياخد الميه تبقى بارده تعدي على خليه التبريد، والشفاط بيبقى شغال عكسها، والعنبر كله بيبقى مقفول. يعني المفروض الشبابيك دي كلها تبقى مقفوله بمشمع، وفي شبابيك منها كتير اهو، احنا قفلناها اصلا بطوب. تمام. بس برضو احنا عاملين حساب ان احنا هيجي لنا وقت وهنشغل المزرعه بياض، لان تربيه البياض غير تربيه التسمين. البياض بيحتاج تهويه طبيعيه من بره اكتر ما بيحتاج شفاطات. بس احنا برضو بنعمل الشغل اللي ينفع للاتنين. يعني انت سواء هتربي بياض او هتربي تسمين، فانت لو هتربي تسمين محتاج ان انت يبقى عندك خلايا تبريد في المكان، محتاج انك انت يبقى عندك تانك مدفون كده تحت الارض. ولو ما عندكش امكانيه انك تدفنه تحت الارض عادي، بيتحط في اي مكان مش مشكله، بس تحت الارض افضل عشان البروده بتاعه الميه. وبتحتاج انك انت تخلي المكان كله مقفول. وطبعا ما تنساش تعمل متابعة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو، واستناني في الفيديوهات الجاية بعد ما نقفل السقف ونقفل الكلام ده كله، هوريك برضو كل حاجة خطوة بخطوة، عشان تعرف تعمل عنبر مظبوط، وتعرف تعمل مزرعة مظبوطة، تعرف تاكل من وراها عيش وما تخسركش بإذن الله. ما تنساش تعمل لايك للفيديو ومتابعة.